كتير ناس بعد كورونا بيقولوا لي دكتور الشم راح أو صار ضعيف أو طير. أكل ما له طعم أو ما عم بيحسوا بالريحة، وأحيانا ريحة غريبة ما إلها وجود. طب السؤال، هل هيدا الشيء طبيعي ولا بيرجع ولا في شيء لازم ننتبه له؟ أول شيء خلينا أطمنك، أنت مش لوحدك. ضعف أو فقدان حاسة الشم بعد كورونا صار مع نسبة كبيرة من الناس، وفي حالات كتير ترجع الحالة تدريجيا، بس مش كل الحالات نفس الشيء. قبل ما ندخل بالتفاصيل، لو الموضوع عن جد بهمك أو مريت عليه أو فيه، اشترك بالقناة وخليك معنا. فيروس كورونا ما كان بس عم بيهاجم الرئة، كان عم بيأثر على الأعصاب، خصوصا العصب الشمي من ضمن الشغلات اللي كان عم بيهاجمها، ويعرف أيضا بالعصب القحفي الأول CNI، وهو المسؤول عن حاسة الشم ونقل الروائح من الأنف إلى الدماغ. فلما يصير التهاب، تهيج أو خلل بالإشارات العصبية، تضعف الحاسة أو تختفي، مو لأنه الأنف مسدود، لكن لأنه الإشارة ما عم توصل صح. في أكثر من شكل نشوفه: فقدان كامل للشم، ضعف جزئي، رجوع الشم بشكل متقطع، تغيير الروائح، ريحة غريبة، كلها مرتبطة بالجهاز العصبي مش بس بالأنف. بيكون طبيعي لو بدأ بعد كورونا مباشرة، حس بتحسن بطيء مع الوقت، ما في صداع شديد أو أعراض عصبية قوية. الجسم بياخد وقته، بيرمم الأعصاب، والأعصاب مش مثل العضلات ترجع ببطء. ننتبه، لو مر وقت طويل بدون تحسن، الشم اختفى فجأة بعد فترة، في دوخة، صداع، تنميل، تغيير قوي ومزعج بالروائح، هون لازم تقييم، مش تجاهل، مش خوف، لكن وعي. كثير ناس ما بتعرف انه حاسة الشم مرتبطة بالمخ مباشرة. ضعف الشم ممكن يسبب مزاج منخفض وقلق وفقدان متعة، وممكن العكس، الضغط النفسي بيأخر التعافي، والجسد والنفس مرتبطين. في حالات كتير نقدر نساعدها بتحسين التوازن العصبي، بس ما في حل واحد بيناسب الكل. التقييم مهم، عصبي، نفسي، جسدي. الفوضوي أكيد بيضيع الوقت. ضعف الشم خاصة بعد فترة كورونا مش نهاية، في أغلب الحالات بيتحسن مع التوجه. روحوا جربوا تقنيات الطب البديل والحجامة لحل المشكلة، واللي ممكن عن طريقها تلاقي أسرع حل لإنهاء المشكلة. ولكن الأهم ما تتجاهل ولا تتهور، افهم حالتك وخلي العلاج يمشي بهدوء. تابعونا، راح نحكي أكثر على تأثير كورونا والأعصاب والتعافي الصح بعلم وفهم. القرار قرارك، نحن معك.